السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لين للطبخ لين كوك. في فيديو تاع اليوم حبيت نبارطاجي معاكم غاتو بريستيج بزاف شباب. وبيان سور اذا عجبكم لا فيديو ما تنسوش الجام. وهنا حبيت نقسم لكم حبة تشوفوها من الداخل. ونروحوا مع بعض لطريقة التحضير. عندي 500 غرام شوكولا خضراء بذوق البيستاش، ذوبتها في حمام مائي، وجبت هذا المول تاع السيليكون ورايحه نطلي به طليه خفيفه. وهذه الطبقه الاولى ما تطلوهاش بزاف. وكي نكملهم كامل ندخل المول للمجمد باه تجمد الشوكولا حوالي دقيقة ونحيه. وهنا خلاص جمدت الطبقة الأولى، نعاود ندير لها طبقة ثانية. وشوفوا انا استعملت 2 طبقات باه تجيني طبقه رقيقه، وانتم الا مازال يبان المول زيدوا طبقه ثالثه. ويستحسن ما ديروش بزاف شوكولا باه تجيكم رقيقه. ونعاود نرجع المول للمجمد حوالي دقيقه ونحيه ونروحوا نديروا الحشو. عندي كميه تاع المربى، وعندي 80 غرام جلجلين محمص مرحي، وعندي علبة سوبر كريم بذوق الكيوي، وعندي 300 غرام كاوكاو محمص مرحي، وعندي حوالي 160 غرام لوز بالقشر مرحي. وفي غسبيون ندير الجلجلين والكاوكاو واللوز، ونخلطهم خلطة خفيفة برك مع بعض. ونضيف شوية برك من عطر الكيوي، شوية برك وهذا كإضافة فقط. ودوكا نحاول نلمهم بالمربى. مازال ما تلموش المكسرات، نزيد نضيف لها شويه من المربى حتى يتلموا. ودوكا ندير شويه من الحشو داخل الليمول. هكذا يكفي. ونزيد ندير شويه سوبر كريم في المنتصف بهذا الشكل، ماشي بزاف غير شويه برك.
نعاود نغطيهم بالحشو. غير بشوية برك حتى تغطيوهم كامل. ودوكا نديرو الطبقة المقرمشة. عندي 160 غرام فايتين مع ملعقة كبيرة شوكولا أتارتيني، وهنا ذوبت شوكولا ونحاول نلم الفايتين. وهذا الشوكولا شوكولا عادية تاع العلبة. وكي يولي الفايتين بهذا الشكل نجيب بابي كويسو ونحطو فيه، ونحاول نمشيه بهذا الشكل. ونجيب بابي كويسو واحد اخر نحطو فوقه، ونجيب حلال ونحلو حتى تجينا طبقة رقيقة. ونجيب قطعة قيس المول اللي درناهم ونقطع بها. ودوكا ندخلهم للمجمد باه يسهلوا كي نحيوهم. وهنا خلاص خرجتهم من المجمد وشوفوا يتنحوا بكل سهولة. وهذه الطبقات جات مقرمشة بزاف بنينة. ودوكا نحيو الحلوى تاعنا، وكي نحيهم نديرهم فوق الطبقة المقرمشة، طبقة تاع الفايتين. ندير شوية برك تاع الشوكولا فوق الفايتين باه يلصقوا الحبات برك. ونحط فوقها حبة تاع الكاطو بهذا الشكل. وبنفس الطريقة حتى نكملهم كامل. وحبيت نزينهم بشوية شوكولا رابي من الفوق، ندهن دهنة خفيفة برك بالشوكولا ذايبة، وبالك وتفسدوا الحبات، ونلصق شوية شوكولا رابي من الفوق بهذا الشكل. ودرت ثاني بالمول الدائري وزينتهم بالوردات في المنتصف. وهنا بعد ما خلصتهم كامل درتهم في الكيسات. وهنا حبيت نقطع لكم وحده تشوفوها من الداخل.
نتمنى يعجبكم لا فيديو تاع اليوم، ونتلاقاو في فيديو اخر باذن الله. سلام، باي باي.